بداية بشكر معالي النائب الدكتور أحمد عطا على مجهوده الوافر مع بداية حياة كريمة. نشكر معالي اللواء وجدي الشرواني وكافة أعضاء المنصة حياة كريمة. بداية أنا بحب أقترح اقتراح ييسر علينا إن كل المشاريع بتاع الوحدة المحلية ما يسقطش منها مشروع واحد. احنا بنقترح إن أعضاء اللجنة حياة كريمة مشكورة هتاخد اقتراحات العمد والسادة أعضاء حياة كريمة اللي هم محتارين من كل قرية لنقاش كل مشروع على حدة. لأن أنا شايف الوضع كده إن الوحدة المحلية بشبرا بابل التركيز عليها على القرية الأم بس. قرية كفر حجازي لا خالص، أنا ما قلتش كده. لا خالص، ده بالعكس، ده كفر حجازي. حتى أنا قلت لك ده كفر حجازي واحدة لسه حتة واحدة في البلد نفسها، واحدة في عزبة راجل وهيتعمل فيها نقطة إسعاف مش موجودة خالص لا في شبرا بابل ولا في الكمالية. نقطة الإسعاف هتاخد الوحدة المحلية كلها يا باشا. لا طب خلاص ننقلها من عندك؟ نعم؟ نمشيها من عندك؟ لا نعملها في شبرا بابل؟ لا لا هي يا جماعة مش حاجة أنا هركز على الوحدة المحلية الأم إطلاقا، بس في بعض المشروعات ما بتتعملش غير الوحدة المحلية الأم. يعني في حاجة أو ينفع أعمل وزارة الخارجية في اسكندرية مش لازم في القاهرة؟ يا باشا في قبر حجازي قضيه كبيره، عارف كويس قوي وعارف البلد وعارف ان انا جيت كذا مره. أيوة. ودخلت كل حاجتها بنفسي ومدرك ايه اللي هيتعمل فيها. بس للاسف كفر حجازي بقى فيها مشكله ثانيه، الاراضي. حضرتك كفر حجازي احنا مش شايفين فيها اراضي نهائيه. في اراضي موجوده بس الاراضي اللي عند حضرتك كلها اديها للمهندسه رانيا او الدكتوره جايه. في اراضي انا هقول لسيادتك عليها متعدى عليها، فديت يعني ممكن احنا نستغلها. لا برضه عشان اكون مع حضرتك صريح، متعدى عليها دي يعني عليها نزاع. مبادره حياه كريمه لا تدخل في ارض عليها نزاع. ما هو كده كفر حجازي هتحرم من المشاريع. لا ما فيش حاجه اسمها تحرم دي خالص. يعني حضرتك ما تروحش ابدا بالكلام الاتجاه ده. موضوع الحرمان ده مش موجود خالص في حاجه كريمه. تحرم دي مش موجود. هنلاقي ارض هناخد ارض. الحاجه اللي مش متاحه انها تتاخد كاراضي تبرع للاسف هتعمل لها نزع ملكيه. بس خلي بالك الكلام ده بيكون في الارض في الحدود. يعني لو انا محتاج مركز شباب في كفر حجازي مش هعمله. لكن لو مضطر اعمل مستشفى اعملها. على سبيل المثال بتوجد اراضي الري تبع للري متعدى عليها، دي سهل انتزاعها لانها ليست ملكيه خاصه بها. ايه الاراضي المتعدى عليها تبع للري؟ موجوده حضرتك. انا لا دي واحده بس. اصل الري ده ملكياته ايه؟ ترع وجوانبها او ترع مغطاه. مدخل كفر حجازي فيه مساحات واسعه. يا فندم واسعه دي بعد اذن حضرتك. احنا بعتنا لكم مجموعه حياه كريمه يقعدوا معاكم قبليها ليه؟ ويلفوا على الاراضي ليه؟ علشان لما اقعد القعده دي يكون قدامي كلام واضح. اتعرض عليا قبل كده بدل المره 10. لو حضرتك بتكلمني على اي ارض عرضها 15 متر، عرضها 20 متر، مفيش الكلام ده. مساحات كبيره. ما هو برضه بقول لحضرتك انا عاوز حياه كريمه لما تنزل عندنا حضرتك لجان تقعد مع المسؤولين. يا فندم المهندسه راضيه منظم حياه كريمه في المحله نزلت عندك بدل المره 5 هنخليهم 6. بس حضرتك اللي مسؤول انك توجد هذه الارض. انا بقول لك قدام الناس. حضرتك اللي مسؤول وملزم. حضرتك العمده. يا فندم بكرر تاني، حضرتك ملزم توفرها طلباتها. يعني ايه؟ هي عايزه قطعه ارض بمسطح كذا بابعاد كذا في كذا. مش مسطح ما تقوليش حتى ارض 1000 متر وجهتها 5 متر، لا. انا محتاج اراضي بمساحات معينه عشان يتعمل فيها المشاريع اللي انتوا شفتوها بالابعاد والنماذج الجميله دي. الابعاد اللي موجوده عند حضرتك لو مش مناسبه اذا هي مش مناسبه. يبقى زي ما اتفقنا مهندسه رانيا تيجي لحضرتك تاني عمده البلد قال لك انزلي معايا بكره كفر حجازي. بكره تنزل معاك كفر حجازي وحضرتك ملزم توريها الاراضي اللي موجوده اللي توفي هذه المشروعات. مش موجوده هتبوظ توفرها. بالنسبه لانشاء موقف حضاري بركاب منطقه مدخل القريه،
مدخل للركاب حضاري. من أي ناحية يا مدخل؟ نعم. من أي ناحية الموقف؟ الموقف القديم شيء مساحه في مدخل القريه، لان دلوقتي اي مواصلات بتيجي داخل القريه في اختراقات داخل مدخل القريه رئيسي. احنا في موقف بس المهم انه مش يكون موقف ويعمل اختراقات برضه لما اعمله. لا. المهم انه هو موقف يصلح انه يتعمل موقف. ما احنا عايزين على الطبيعه، عشان كده يا احنا عايزين فندم، يا فندم. لجنه حياه طبيعيه، لجنه حياه كريمه تنزل اللجان على الطبيعه تشوف الاماكن ديت وتحددها. كل الناس تسمع الطبيعه على مكان يا باشا والله هينزلوا تاني. انا ما شفناش حاجه من الوضع ده خالص. الاستاذه رانيا هي اللي قابلت حضرتك معانا في البلد. ايوه المسؤولين، حضرتك تقابل المسؤولين والناس المسؤولات طيب بص يا باشمهندس رانيا، هو عمده البلد هينزل مع حضرتك يوريك. انت مش العمده؟ ايوه يا باشا. عمدة انا عندي في البلد يا باشا. حضرتك تنزل معاك يا عمدة. نعم يا باشا. باشمهندسة رانيا هتنزل بكرة بفريق العمل بتاعها وتسمع حضرتك، وزي ما معالي النائب قال تبقى ملتزم بالالتزامات اللي قالها عليها. احنا سلمنا مذكره فيها كافه المشروعات بتاعتنا. لا مش المشروعات، ما المشروعات عندي. أيوة. انا مش عايز مشروعاته بس، انا عايز الاراضي اللي حضرتك وعدت. هنتكلم عن الاراضي ماشي حاضر. خلاص لا احنا مش هنتكلم، هنشوف. ماشي يا حضرتك باشا. انت ملتزم قدام اهالي البلد ان حضرتك هتوفر لي الاراضي اللي انا محتاجها. تمام. لان يا حضرة العمدة حياة كريمة ديت فرصة لمركز المحل، فرصة لمركز المحل. احنا كلنا بنمسك فيها يا معلم. كلامك مظبوط 100%. هي فعلا محتاج انك تمسك فيها بايدك واسنانك. هي دي فرصتنا. تمام. عشان كده لو ما في لو ما عندناش اراضي لازم نوجد الاراضي في اي سبيل. لازم نوجد اراضي. طيب. واحنا على فكره والمبادره بتساعد. يعني لو حضرتك على قد ارض محتاج تنزع ملكيتها وانت عارف ان دي تصلح واحنا لقيناها تصلح، هننزع ملكيتها بامر الله. ان شاء الله ماشي يا معلم. في مكتب بعيد. طبعا انا سمعت حضرتك بتقول في مجمع خدمات هيبقى في القريه الام. في القريه الام، وبديلا مع هذا المجمع هيبقى في بقى القرى اللي فيها خدمات منفصله شباب الزمالك. تمام. يعني لو عندك حضرتك مكتب بريد هيطوروا له انا عندي مكتب بريد غير صالح للاستخدام تماما موجود في سكه قريه قبل الحجاز. فاحنا بنطالب على قطعه ارض املاك دوله. ده احنا لو عندنا قرارات املاك دوله المفروض نحلها كل المشاكل. موجوده يا باشا، الارض موجوده. نطور مكتب بريد اللي عندنا. مكتب البريد الموجود حاليا غير صالح. احنا فعلا اخذنا خطوات وفي مستندات موجوده في الهيئه القوميه للبريد. هم بيطوروا ده. محتاجه بس هنكتبها ونضغط عليها. تأشيرة بس وتيجي من الهيئه القوميه للبريد، حاضر. وبناء عليه احنا هناخد الاجراءات التخصيص. طبعا سرعه الانتهاء من استكمال مشروع الصرف الصحي، انا عارف ان الدوله ده هيخلص بسرعه. المشروع ماشي، بس طبعا كفر حجازي دلوقتي في مشكله بتواجهها في كل دخول فصل الشتاء بالذات. عشان الطرق جوه. لا ده احنا عندنا الصرف الصحي الاهلي كمان. البيوت اصبحت دلوقتي بتنهار من كتر المشاكل بتاع الصرف الصحي. فبرجاء سعادتك حاضر يا باشمهندس بعد اذن حضرتك سرعه الانتهاء من الصرف الصحي جوه كفر حجازي. ابعت الدكتور بتاع حضرتك تظهروا كمان الشبكه الفتره دي. بكره معاكم مباشره بكره اللي بعت لك الدكتور بتاعه يطهر لك الشبكه. ده حاله مش محتاج استنى حتى يجي. بالنسبه لمحطه مياه الشرب في كفر حجازي، محطه مياه الشرب في كفر حجازي محطه متهالكه لانها نظام الكومباكت ده مده الافتراضيه السلاك الافتراضي بتاعها اكثر 7 سنوات 7 سنوات. قريه زي كفر حجازي الكثافه السكانيه فيها عاليه، محتاجه فعلا تطوير محطه مياه شرب محطه مياه الشرب لتواكب الكثافه السكانيه. استاذن حضرتك مع الوزير عروض. استاذن حضرتك عمده، انا حابب اطمنك الاول ان انت هيبقى عندك مصدر اساسي للتغذيه، هيبقى في محطه ميه في عز البربر بتغذي جنوب المحله بالكامل. منه الوحده المحليه بتاعت حضرتك. وده رقم واحد. تمام. رقم اثنين هيتم تطوير كامل الوحدات عشان تشتغل استاذ مغير معاك الوزير على اساس لو حصل اي مشكله
ما احتاجش الموقف ده اعرف افصل الخط الرئيسي وابشر من المصدر. واخد بالك تماما مع اعتراضي على معلومه ان البروجكت 5 سنين انا المشاريع كلها بتتعدى 20 و 30 سنه تصميم. والله يا باشا انا بقول لحضرتك طبعا حضرتك المثل بيقول اهل مكه اضرب مش عارف احنا بنشرب ميه ملوثه. يعني والله بص يا سيدي انا قلت لحضرتك طلب مشروع هننشئ لك محطه ميه وهنربطها جنوب المحله بالكامل. مش حضرتك بس 3 وحدات محليه هيتربطوا على المحطه اللي هيتم انشائها محطه مرشحه. لا حقيقه يا عم موضوع الميه والصرف الصحي ده مبادره حاجه دي مدروس كويس قوي قوي يعني. وانا قلت لحضرتك بقول لك ارجع لاي حد تعرفه في زمتك احكي. والله احنا بنقدر الجهد المشكور اللي هم بيقوموا بيه الصرف الصحي. اصل خلي بالك ده مش تفضل من حد، ده اقل حاجه في حياه كريمه، يعني ده اللي يضمن بدايات حياه كريمه. وده اللي سياده الرئيس بينادي ان على الاقل الخدمات الاساسيه تكون موجوده. احنا بنعاني والله من الميه. والله يا فندم مقدر يا دكتور اسامه ايه كمل جميلك بقى وابعت خد عينات من الميه كده اللي عندهم بكره على طول ويسلم للناس هتلاقي الحاجه بتاعتهم عشان لو في محل. معالي النائب في صرف على بحر شبين ومعايا فيديوهات بكده وعملت شكوى بكده على كورنيش كفر حجازي. بالنسبه لقطاع الصحه طبعا سيادتك اشرت الوحده الصحيه في كفر حجازي. عايزين ارض برضه. نعم عايزين ارض برضه هتسلمها المهندس عامل هذا الارض موجود. انا عاوز احلال وتجديد الوحده الصحيه الموجوده حاليا. بعد اذنك يا عمر ابعادها قد ايه يا عمر؟ المساحه 10 قريت و9 سهم مساحه الوحده والدكتوره جهاد شافت دي اصلا المساحه بس. هو احنا يصح الامر وكده؟ يصح الامر وكده؟ المساحه اللي موجوده 11 قراءه بالنسبه للوحده الصحيه. الوحده الصحيه محتاجه فعلا امتداد وتجديد استغلال المساحه كامله. المساحه لما تكون 11 قراءه ما ينفعش يبقى جزء منها المستغل فقط وباقي المساحه ترجع خالص. فاحنا عايزين نعمل عيادات خارجيه، عيادات شامله. زي ما قال الدكتور اسامه وبنعيد تاني النظام التامين الصحي الشامل في المراكز الواحد. انا ما بطلبش مساحه سعادتك، انا ما بطلبش مساحه والله. بس فيها نموذج لو الابعاد دي موفيه قطعه الارض هتتعمل فورا. لو الابعاد مش موفيه هنحتاج قطعه الارض ثانيه. انا الكلام ده بقوله سهل خالص. تمام يا باشا تمام يا باشا. قطعه الارض مستوفاه 11 قرار فعلا. احنا قلنا مش 11 قرارات وبس. كام في كام؟ الابعاد الابعاد بتبقى فيه رسم منها والله. يعني لما هي قدامي باينه مثلا فيها عجز يعني يا فندم هو دلوقتي فلوس الوحده مرصوده. لو الارض موجوده تفتكر كل اللي قاعدين دول هيقولوا محتاجين ارض؟ لا الارض موجوده ان شاء الله. الارض موجوده. لا شكرا. راجع تاني بكره الابعاد بتاعتنا والواد اللي خلص العمر ياخد الابعاد اللي موجوده قد ايه اللي ابتدينا كل حاجه عشان برضه هو اهل البلد يكونوا فاهمين ومقتنعين ان دي مش مكفيه. انا سيادتك هاخد من كلام سعادتك برضه من شويه. حضرتك قلت ان وحده المطافي لا يمكن انشاء وحده مطافي الا على بعد مسافات معينه من اقرب وحده. انا عندي وحده مطافي منشاه منذ 6 سنوات وعلى اعلى مستوى وغير مستغله وغير مجهزه. فانا بطالب سعادتك سرعه بس تجهيزها. حاضر. هي عربيه مطافي. حاضر. عايز عربيه مطافي. حاضر. عربيه مطافي. خلاص كفر حجازي بالجهود الذاتيه انشات وحده طب بيطري. ما لاش لازمه بقى هنعملها. لا هم حجاز احنا محتاجين رفع كفاءة الوحدة البيطرية وتأسيسها بما يتناسب مع العمل الداخلي. طب وعلى فكره المطاف موجود رفع الكفاءه بتاعتها في الخطه بتاعت حاجه موجوده يعني موجوده بنديها عربيات كده. تمام. بس بنبقى ليها ارض ومنشاه ما ايه؟ ما انت شايف كفر حجازي ايه ده تحت الخطوات. ده بروتين الارض ده كله على الشباب. بالنسبة لقطاع الزراعة أنا عندي مساحة لوحدة زراعية، مساحة تكفي لعمل وحدة زراعية يوجد فيها وحدة إرشاد زراعي وبنك ائتمان زراعي يخدم أهل القرية. بص البنوك معاهم فلوس قد كده. البنوك الزراعية دي هم اللي بينشئوا مش احنا. لو هو في عندك مكان لحاجة زي كده احنا هنبعت البنك. وعلى فكرة محطوط لها خطة برضه
وبنبلغهم ان لهم ان في ارض متاحه في المكان الفلاني يشتغلوا عليها في انشاء ايه؟ احنا برضه كتابنا مضغوط. المساحه تكفي لانشاء بنك زراعي داخل برضه دي مش انا ما اعرفش. خلاص برضه راجل مهندس. احنا لكن عاوزين هنرجع للناس نقعد بتاعتنا. مع الساده الاعضاء الحياه كريمه ونتساءل في هذا الموضوع. بالنسبه لمدخل كفر حجازي، احنا عندنا كفر حجازي. انت عندك كورنيش، عندك حجازي، مش عند اي حاجه. ما انا هعلق على الحته دي. ناس كتير قوي بتحسدنا على الكورنيش كفر حجازي، تدخل جوه البلد تلاقيها نظام تاني خالص. انت دلوقتي بتكلمنا عن المدخل. ايوه. لما ندخل جوه البلد احنا هنبقى كويسه ما تقلقش. داير الناحيه هيتنصف كله ومعظم مش الشوارع موضوع راس هتبقى يا سعاده الباشا، مش موضوع راس. الموضوع ان في مدخل، انا عاوز اخلق مدخل بديل لقريه كفر حجازي. كفر حجازي مالهاش الا مدخل واحد بس. طب عندك مقترح يعني؟ في مقترح عمل كوبري بجوار مسجد ابو موسى يربط كفر حجازي بالمحله مباشره. بالطريقه دي هيخلق لنا مدخل بديل لكفر حجازي. بص ما اكدبش عليك ان انت عايزه عند بحر شبين كله صح؟ ايوه. الكباري دي، الكباري الصغيره اللي موجوده داخل اللي بتعدي الترع موجوده في خطه حاجه كريمه. اللي انت بتقوله ده هيبقى اكبر شويه من كده، لكن هحط لان هو بالفعل مهم. وانا فاهم انت بتقول ايه، انا مستوعب وعارف المكان. عندنا الشارع يا باشا معايا مشاكل يوميه بسبب ده. بالنسبه للشباب والرياضه، الكباري اللي بتقع عندنا زي الخمسة. انا عارف هتعمل بس مفيش كوبري بيعدي كله. طب دي برضه نحط معانا في بالنسبه للشباب والرياضه، احلال وتجديد المبنى القديم المتهالك. في شغل هيتعمل في المبنى اللي عندكم، لكن انتوا المبنى اللي عندكم بسم الله ما شاء الله زي احنا عاوزين رفع كفاءه الملاعب. موجود ان شاء الله. انت خدت اكتر من خبرات تشوف ان انت في واحد محلات انا يعني بهدي النفوس معاهم والله. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يديك الصحه. بالنسبه لتجديد شبكه الاناره، بص انا قلت لحضرتك ما تكلمنيش في الخمس خدمات الاساسيه ما تقلقش عليهم. على فكره تجديد شبكه الاناره ده من الحاجات اللي كانت بصراحه بتعاني من ضعف شديد في غالبيه القرى للريف المصري عموما. والحقيقه يعني انها برضه فيها طفره غير طبيعيه من حيث تهويه الاناره وعدد الاكتشافات اللي اتعملت وتهويه الشبكات. فان شاء الله دي هتبقى حاجه مهمه قوي. احنا كنا قدمنا لمعالي المحافظ مذكره برفع كفاءه الشوارع الداخليه في كفر حجازي. رفع كفاءه بتغيير اماكن الاناره من الاعمده المزروعه. هيحصل من الاعمده المزروعه مستغله معظم الشوارع. هيحصل يا عمر ده هيحصل احسن من ما انت بتعمل. خلاص طالما اكتر من انا احلم هفش بقى. والله تفرق دي على دماغك. اخر حاجه بقى هطلع عليك بقى الله يخليك. بالنسبه لقطاع التعليم، احنا عندنا ارض اوقاف حوالي 5 دنيا. ارجو احنا فاكرين في المذكره اللي احنا بعتناها بعمل مجمع مدارس في المدينه دي. كفر حجازي عايزينها مدارس كتير. وعاوزين مدرسه ثانوي ومدرسه صناعي. احنا بنفتقد الحاجات دي كلها. الارض بتاعت الواد كده موجوده معاك يا دكتور انت عايز تبقى الارض معاك واحده في اسم دراجة واحده في كفر حجازي نفسها. كفر حجازي حوالي 5 دنيا موجوده. دي اوقاف؟ اوقاف. يعني دي المتنفس الوحيد. طيب بكره برضه حضرتك معاك بص عليها وتعرف. على فكره انا قلت لحضرتك لو زرعنا مفيش رواق بس بقدر الامكان ما تكونش زراعه. هتقول عندك ايه؟ بقدر الامكان هي ارض اوقاف بتزرع. ماشي يا فندم بس تكون برضه قريبه لو بعيده ازرع. مجاوره للكتله السكانيه يا باشا. تعال عينهم. مجاوره للكتله السكانيه. طب حضرتك كده كفايه هتيجي بعد بقى.